السلام عليكم، شلونكم طلاب؟ ان شاء الله بألف خير. وياكم الاستاذ عباس على الغالبي. طلاب ان شاء الله هنتكلم عن الانتساب. الف مبروك، تمت الموافقه بشكل رسمي من وزاره التربيه على الانتساب. يعني تقدر تقعد بالبيت بدون ما تروح المدرسه، وتقدر تداوم وتمتحن. تمام؟ فانتظرني راح اشرح لك الانتساب وشلون تقدر تقدم على الانتساب. طبعا الانتساب صار لكل الطلاب، واي واحد يقدر يروح يقدم على الانتساب، وانا افضل تروحون تقدمون على الانتساب. فطلابنا بالبدايه، للطلاب اللي لحد الان جاي يشوفون نفسهم ضعيفين، يريد يلحق ويا المدرس مالته، انا جاي انزل لكم ملخصات، ذني ملخصات الجميع صفوف اول ثاني ثالث رابع خامس. طلابنا جاي اذا تدخل على اي صف، مثلا قدامك الثاني المتوسط تدخل عليه راح يطلع لك طبعا 2024 على مثلا تختار الفيزياء الفصل، مثلا خلينا نقول الكيمياء الفصل الاول 5 اوراق. تمام؟ فجدا بسيطه، اللي يحب يدخل على قناتي، حطيت لكم اياها باول تعليق، اشترك بيها. هسه نجي نسولف عن الانتساب. طلاب الانتساب بالبداية، المشمولين بالانتساب هم الرابع والخامس والسادس الابتدائي، والأول والثاني والثالث المتوسط، والرابع والخامس والسادس الاعدادي. يعني اللي ما مشمولين بس 3 صفوف، الصفوف الأولية الابتدائية اللي هم الأول والثاني والثالث، دول ما مشمولين. تمام؟ زين. استاذ انا قدمت انتساب، شلون راح ادرس؟ اقول لك مثل ما اقول لك، ترى عندنا احنا ملخصات ملازم مجهزينكم على قناتي مال اليوتيوب. ايضا جاي نشرح للاول والثاني شرح مجانا على السبوره. جاي نشرح وجاي نتعب ويا الطلاب. فاللي يحب هم يبحث على اليوتيوب، اكتب خلي بالك يمي، تطلع القناه مالتنا ويقدر يشاهد رياضيات وفيزياء وانجليزي مجانا. طلاب البدايه، انت ما راح تقعد بالبيت، يعني افضل هذا الشيء، لان اغلب المدارس العراقيه مثل ما تشوفونها يعني ما يلحقون المدرسين. اغلب المدرسين يعني انتم جاي تشكون من عندهم. ف تمتحن شهر اول، يعني تقعد بالبيت ما تروح للامتحان، تمتحن شهر اول اللي هو النصف الاول، عفوا الفصل الاول، ونصف السنه والفصل الثاني. قاعد بالبيت انت، وقت الامتحانات تروح تمتحن وترجع، ما تداوم، بس تروح تمتحن ساعة نص ساعة وترجع وقت الامتحان. تمام؟ خليني اذكركم شيء واحد حتى تنتبهون، انه الطالب اللي مثلا اللي يستلم منحة السنة، هسه طلقوا المنحة، اللي جاي يستلم منحة طلابية راح يسحبون عن المنحة، يعني بعد ما ينطونه اذا قدم على الانتساب. الانتساب اذا قدمت عليه ما راح يعني ما راح تقدر تلغيه. خوش. وشغلة أخيرة، أنه لازم تأخذ ولي أمرك وتروح حتى يوقع. ولي أمرك لازم يوقع، سواء والدك أو والدتك. من ولي أمرك؟ تأخذه وتروح للإدارة للمدير حتى تقدر يوقع على يعني نشوف شنو ينطونه، مثلا مثل الكتاب يوقع عليه، وبعد ما يصير تلغي الانتساب. تمام؟ يعني هذه بكل هاي السهوله. وهذا الكتاب مثل ما جاي يشوفونه قدامكم اليوم صدر يوم 13/11. طلاب ترى خلال اسبوع احتمال ينغلق الانتساب. فاذا تقدر انتساب، وانا اشجعك على هذا الشيء، اذا انت من اللي تدرس مو تظل قاعد بالبيت، لا انت رايح المدرسه ولا انت قاعد بيك خير وتدرس، انت تكون تقعد بالبيت تدرس. تمام؟ ولهنا وصلنا لنهايه الفيديو. في امان الله وحفظه.